السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفة تقليدية من قلب مدينة تازة، اللحم مخضر بالفول على الطريقة التازية. وصفة عريقة ومعروفة بنكهتها الأصيلية وتوابلها المتوازنة. كنطيبها بطريقة بسيطة في الكوكوط باش كيجي اللحم طري والفول دايب والمذاق رائع. تابعوا الفيديو خطوة بخطوة وشاركوني رأيكم في التعليقات. نبداو على بركة الله. بالنسبه اخوتي الفول خصو يكون صغير وطري. ما يكونش داك الفول اللي الجلده ديالو غليظه ولا قربيه الشرف ولا شي حاجه باش ما كيجيش زوين مع اللحم. خصو يكون داك فول اللي كيكون طري صغير، باش كتجي الوصفه زوينه. هنا في البانيو درت الماء وغادي ندير واحد شويه ديال الخل الابيض وغادي نخليه هكا حتى كيطقطق الاوساخ ديالو. ومن بعد غادي نغسلو مزيان مزيان وغادي نخليه يسقطر في واحد الشبكه بحال هكذا. كما كتشوف غادي نخليه على جنب، من بعد غادي نغسلو. في الطنجره ديال الكوكوط غندير هنا اللحم. انا درت اللحم ديال العجل صغير هكذا دغيا كيطيب، ما غاديش نحتاج انني نطيب اللحم هو الاول في الكوكوط، نخليها كتصفر ومن بعد عاد نضيف، لان اللحم هنا عندي انا صغير. ضفت هنايا واحد جوج بصلات قطعتهم مشلطين كما كتشوفوا، وغادي نضيف كذلك تقريبا واحد جوج ديال الفصوص ديال الثوم محكوكين حتى هما. غادي نزيد القزبر والمعدنوس مقطعين، من بعد غادي نضيف التوابل. هنا عندي معلقه صغيره ديال الملح، شويه ديال الابزار، ومعلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم. وهنا غندير شويه ديال الزيت بلديه او زيت الزيتون، وغندير شويه ديال الزيت النباتيه صافي، وغنديرهم على النار يتقلى هذا الشيء. الطريقه ديال الفول اللحم مخضر بالفول على الطريقه التازيه احسن طبق صراحه. كيجي واحد المذاق ديال الفول اللي هو كيبقى كتحسوا بالمذاق ديال الفول النيشان، لان ما كنديروش انا هنا مطيشه، ما كنديروهاش نهائيا في هذا الطبق، باش كيحافظ الفول على المذاق ديالو، كيبقى هكاك بالطعم ديالو. كنخلي هادشي كيتقلى تقريبا واحد 5 دقائق هكاك. من بعد كنضيف الماء سخون. وهنايا بالنسبه للفول غسلته مزيان مزيان، درت له شويه ديال الخل الابيض كما شفتوا، وتنقى مزيان خليته يسقطر مزيان. صافي ملي كتغلى الطنجره، لان ما سديتش على اللحم لان اللحم عندي هنايا صغير دغيا كيطيب. فانا غادي نضيف من غلا الماء غادي نضيف الفول من فوقه هكذا.
من بعد غنسد على الكوكوط وغنخليه تقريبا واحد 35 دقيقة هكاك حتى ل 45 دقيقة، وكيطيب على نار مهيلة، كيطيبوا في دقة واحدة. كما كتشوفوا ها هو الفول واللحم طابو من بعد ما خليتهم تقريبا شي 35 دقيقة حتى 40 دقيقة هكاك. بالنسبة للمرقة نخليها هكذا، نحل عليها الطنجر الغطاية، وغادي نخلي داك المرقة كتشرب حتى تقلال. صافي هيا وجدت عندنا اللحيمة بالفول، المرقة اخترات، ودابا غنديرها في طبق التقديم. كما كتشوفوا اللحم طاب مزيان مع الفول، وغادي نقدموه هكذا. ما تصوروش اخوتي المتتبعين، هذا الطبق هذا كيجي لذيذ بزاف. بزاف المناطق عندنا في المغرب ما كيديروش هذا الفول بالجلده ديالو، ما كيديروش الا في المنطقه ديال تازه اللي كيديروا بهذه الطريقه. هذه هما الوحيدين اللي كيديروها، ولكن واحد المذاق من تجربوه ما غاديش تقدروا تستغناو عليه، خصوصا في الموسم اللي كيكون فيه الفول. فالمذاق روعه صراحه. شحال من واحد ما كانش كيدير بهذه الطريقه من مدينه اخرى، ولكن ملي كيجربوا ولا كيذوقوا صافي كيحمق عليه وكيبقى يعتمدوا هاد الطريقه حتى هما في ديورهم. ما شاء الله كيجي غزال ولذيذ، وما تشبعوش منه، سيرتو ملي كنقول كيكون الفول جديد وصغير، وكتعرفوا كيكون واحد المذاق ديالو ولا اروع. يا سلام. المهم اخوتي المتتبعين، الى عجبكم هذا الطبق هذا ما تنسوناش باللايكات ديالكم والتعليق ديالكم الزوينه بحالكم. ما تنسوش كذلك تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد، ووصفات سهلة متناول الجميع. ومع السلامة.